بسم الله. السلام عليكم متتبعي قناة زيانية. اليوم ان شاء الله غدا نصوب معكم حلوى للعيد، حلوة المعلكة بالكاوكاو، وغدا نصوبوها ان شاء الله بشكلين. لهاد الحلوى غدا نحتاج كمقادير 500 غرام من الكاوكاو بجلوفو اللي حمرته في الفران على هاد الشكل. حاولوا ما تحمروش بزاف باش ما تجيكمش بنة المرورة في الحلوى ديالكم. 125 غرام سكر حبيبات سنيده، قبصه من الملح، معلقه كبيره من الكوفيتير، ساشي فانيليا من فئه 7 غرام، وساشي خميره الحلويات من فئه 7 غرام. هذا فيه 15 غرام، غادا نحتاج غير النصف ديالو. الشكل الاول غنديروه بماء الزهر مع السكر كلاصي وغادي نزوقوه بالكاوكاو، والشكل الثاني غادا نصوبو بياض البيض واللوز افيلي. نتوما لكم الاختيار، بغيتوا ديروا الشكلين بغيتوا تحتفظوا بشكل واحد. انا فضلت 500 غرام نخرج لكم منها 2 شكيلات للعيد. بسم الله على بركه الله. غادا نبدا معكم الوصفه. اول حاجه غادا نطحن الكاوكاو مع السكر سنيده. بسم الله. غادا نوضعو في القصريه على هذا الشكل، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. ما يجيش الكاوكاو مهرمش وما يجيش مطحون بزاف، نطحنوه مزيان ولكن ما نعلكوش. غادا نطحن باقي الكاوكاو، غادا نضيف عليه السكر، بعد ما طحنت الكاوكاو كي كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادا نزيد عليه قبيصه من الملح، 3 البيضات، سكر فانيليا، وغادا نضيف معلقه كبيره من الكوفيتير على هذا الشكل، وغادا نخلط الحلوه ديالي بحال هكا مزيان. ندخل جميع المقادير مع بعضياتها. صدقوني يا البنات هاد الحلوه تتجي فنه غزاله بزاف، لذيذه لا في المنظر لا في المذاق. تبعوا غير المراحل والطريقه وراه غادا تنجح معاكم. ما فيهاش الدقيق، كتجي كتعلك صافي. دابا غادا نضيف 7 غرام من خميره الحلويات. انا هنايا عندي 15 غرام، غادا نضيف فقط النصف. صافي كيف ما كتشوفوا. وغادا ندخل خميره الحلويات مع باقي المقادير. غادا نديرها في واحد الاناء وغادا نغطي عليها بالسلوفان وغندخلها للثلاجه لمده 30 دقيقه، وعاد غادي نرجع باش نشكلوها ان شاء الله ونطيبوها. صافي كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادا ندخلها ترتاح وغنرجع معكم. بعد ما ارتاحت الحلوى لمده 30 دقيقه كما كتشوفوا كتشد راسها. 30 دقيقه تمشيو تقضيو فيها الشغالات ديالكم. انا شي مويعنات جمعتهم راني مشيت غسلتهم عاد رجعت. غادا ندير يدي غير بحال هكا غير شويه في ماء الزهر، وغناخد الكميه ديال الحلوى اللي بغيتو.
بغيتوها كبيره بغيتوها صغيره اللي بغيتو. غير شويه المزهر، ما تخشيوش الحلوه في المزهر، غير بحال هكا يديكم صافي، وتدوزوا فيها الحلوه على هذا الشكل، وتدوزوها تفندوها في السكر كلاصي. هذا بالنسبه للشكل الاول. تحطوها حتى نكمل القطع اللي عندي. عاد غادا ناخذ واحد الحبه ديال الكاوكاو وغنديرها بحال هكا من الفوق وغنضغط كيف ما كتشوفوا باش تشد بلاصتها. انا دابا غير كنوريكم، سينو نتوما غادي ديروا جميع القطع غتكوروهم بحال هكا، ديروهم في واحد الصحن، وعاد غادي تبداو تفندوهم باش ما تبقاوش كل مره تخشيو يدكم في السكر كلاصي وتردوها للحلوه وتجيكم الحلوه قاصحه. نتوما غديروا شويه المزهر بحال هكا وديروا القطع نصف الكميه كلها، تكوروها كل مره ديروا شويه المزهر، غير شويه تكوروا القطع اللي عندكم، وعاد من بعد غتفندوهم حتى تكملوا نصف كميه الحلوه اللي عندكم على هذا الشكل. وتحاولوا تبعدوا باش ما تلصقش لكم الحلوه حيت باقا غادا تنفخ صافي. وفي الاخير غادي ديروا كي قلت لكم حبه ديال الكاوكاو وتضغطوا باش تشد بلاصتها. غادا ندير هاد الحبات اللي عندي، غنمسح يدي وغنوريكم الشكل الاخر كي غديروا ليه. كنظن واضح معكم، تبعوا فقط نصائح اللي كنعطيكم وغينجحوا معكم الوصفات. وبالمناسبه البنات ديروا لي واحد لايك، ما حدنا باقيين في الفيديو، ديروا شي كومونتير زوين، انا غنكمل معكم. والنصف الاخر انا غنوريكم كيفاش ديروا ليه. غادي نكوروها، غادي ندوزو النصف ديالها ماشي كلها، النصف ديالها في بياض بيضه اللي ضربته، ومن بعد غادا نورك عليها شويه باش تهز ليا اللوز ايفيلي على هذا الشكل. وغنحطها ضروري نضغط عليها شويه صافي. بنفس الطريقه غادا نكمل. غادا نسخن الفران من الفوق ومن التحت مزيان، ومن بعد غادا نطفي الفوق، غادا نخلي العافيه غير من التحت، طاوه لتحت والعافيه فوق منها، على عافيه ناقصه البنات. وغنخليها حتى تشقق ليا من الفوق، راه ما تاخذش الوقت بزاف، فقط واحد 10 دقائق ما كاملاش. كتشقق ليا الحلوه من الفوق، كنهز الطاوه نطلعها الفوق والعافيه تحت منها حتى كتحمر ليا من التحت وكنخرجها صافي. تبان ليا الحلوه ديالي تشقات، نحمرها من التحت نخرجها ونتلاقاو ان شاء الله في مرحله التقديم. معلكه بالكاوكاو بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، مشقه معلكه، اسم على مسمى، لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوا الوصفه. انا فاش دويت لكم على الطياب ديالها دويت لكم على الفرن الغازي. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفرن ديال الضوء يطيبوها على درجه 150 ولا 140 درجه، ما يفوتوهاش ليها. غتخليوها على خاطرها البنات الطيب كيف ما كتشوفوا كتجي مشقه محمره معلكه. كنتمنى تجربوا الوصفه. ما تنساونيش من لي لايك، دعم للقناه نجاة الزيانيه، خليوا لي كومونتير زوينه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده.